نيمار مع ليو ميسي، دخل نيمار، ليو عنده الكرة، ليو مازال، ميسي هيلة ممتازة، جوردي ألبا كرة خطيرة، ألبا وجول بنيران صديقة. أول أهداف المباراة، زاد في السرعة وزاد في الريتم في التصوير البطيء كيف استلم، أوب وجد حفرة دخل منها، مرر لجوردي ألبا، التسديدة من جوردي والهدف ضد مرماه سجله إيميليانو بوينديا الأرجنتيني 19 سنة في عمره، سجل هدف لصالح فريقه خطافي هذا الموسم، وهدف ضد مرماه أمام فيجنتي خويطة. جول لصفر لبرشلونة بعد 8 دقائق لعب منذ انطلاقة الشوط الأول. البارسا فتحت مجال التسجيل بفضل تمريرة من ليو ميسي في اتجاه جوردي ألبا والمدافع ضد مرماه. هدف يقرر الآن عناصر جوردي ألبا مرة ثانية، نيمار وضربة جزاء. نعم، صفرها الحكم، ضربة جزاء لنيمار ولبرشلونة في ظرف دقيقتين، فرصة إضافة الشوط الأول. هدف مقابل صفر وضربة جزاء، المراوغة من نيمار تنسف عليه يسقط، فما بالك لو تعرقله يعني داخل منطقة العمليات، قنبلة موقوتة نيمار وليو ميسي في مباريات برشلونة. ميسي يستعد يتقدم، لا يسدد ويستطيع الحارس، خويطة يصد هذه، انيستا دخل ميسي، رجعت له ميسي، هيلا ميسي جول. لعبة من اروع ما يكون، ميسي انيستا ميسي الحدادي، جول ثاني للبارسا بعد ان انيستا يرجعها لميسي، دخل ميسي في العمق وصلته مثل ما جاءت، مررها الحدادي بالراس، فقط ترك الكرة تضرب في راسه الحدادي، معلنا تسجيل الهدف الثاني للبارسا. انيستا وميسي والحدادي، جول ثاني لبرشلونة امام خطافي 2-0 بعد 20 دقيقة لعب فقط منذ انطلاقة الشوط الأول من هذه المباراة، في وقت كنت أتحدث عن العرضبة. وصلت نيمار جول تمريرة أخرى من ميسي، سيرجيو روبرتو في التمرير، ميسي لنيمار ونيمار جول. 3-1 صارت النتيجة بعد 32 دقيقة لعب. دفاع خطافي يتفرج على هذه الكرات والبينيات والتمريرات وهي تعبر وتمر بين لاعبي فريق برشلونة من دون وضعية تسلل. نيمار يسجل 3-0 لبرشلونة أمام ليو ميسي، إلى المراوغة، ليو جول ضربة الجزاء. يا سلام على ليو واللمسة السحرية في الاستلام والمراوغة، ثم التسديد على يسار فيجنتي خويطة 4-0 صارت النتيجة للبارسا أمام خطافي باستعراض كروي رائع جدا من الكتالونيين أمام المدريديين. على يسار الحارس ليو يسجل هناك عن طريق ليو ميسي مع فيدال، ليو جول يا لها من تمريرة من ليو، قائد التسلل استلمها نيمار بيسرى ثم سدد، هو كذلك يريد التسجيل. نيمار في القائمة الأول، كرة خطيرة، بيكي جول فعلها أردا توران مقصية يسار. الآن لصالح البارسا أمام خطافي، قلنا في البداية